هو انت فرحان بالاداء والتيكي تاكا من ريال مدريد قدام باتشوكا، الفرقه اللي خارجه من البطوله اساسا؟ يا جماعه انا افتكرت حاجه تقريبا، مش نفس العيال الملزقه اللي عايشه بنص خصي؟ هي العيال دي مش هي نفس العيال اللي بيقول لك هي جماهير ريال مدريد ما بيحبش اي حد وما بيحبش اي جماهير في الدنيا تفرح؟ مش دي نفس العيال لما بيطلع واحد بس لما اي فرقه في العالم تكسب اي بطوله حتى لو بطوله الدوري المصري يقول لك جماهير ريال مدريد ما بيحبش حد يفرح غيرهم؟ طب وانا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بحتفل بالكريسماس يعني ولا ده يا عم ما افرح يا عم، يا عم ما افرح يا عم، قدام بلعب باتشوكا بلعب البط الكيني ما افرح؟ انت مالك؟ وانا بلعب قرايبك يا ابني؟ انا مش فرحان بالنتيجه، افرح بالنتيجه إيه؟ ريال مدريد عمره ما يفرح بالنتيجه قدام اي فرقه في العالم اساسا، ولا في اي بطوله في العالم يا حبيبي. الفرقه دي مقفله البطولات ومقفله، مفيش فرقه في لاعبه ريال مدريد ريال مدريد ما حطتش عليها. فانا كده كده لا فريق هفرح ان انا اكسب ولا بطوله هفرح ان انا كسبتها، لان انا الحمد لله مش ناقصني بطولات. انا فرحان بالاداء، انا فرحان ان انا عندي مدافع بقى بيعرف يخرج بالكوره، بيعرف يستلم في وسط زحمه، وبيعرف يخرج وسط 3 4 لعيبه. انا فرحان ان الوينج بتاعي بدا يفوق، انا فرحان ان جالي مدرب بدا يبص للشباب وبدا يديهم ثقه ويخليهم ياخدوا ثقه في نفسهم. واحد سجل الماتش اللي فات وواحد عمل اسيست الماتش ده والتاني سجل برضه. انا فرحان بصفقات ابتدت الحمد لله تبقى صفقات في محلها. الخط اللي ناقص صفقات بنجيب منه، الثنائيه ارنولد وبلينجهام ابتدى يبقى ليها ملامح. فرحان بهاوسن، فرحان باردا جولر، فرحان باداء فينيسيوس الكويس، فرحان بعوده روديجير وابتدت الاصابات ترجع من تاني. ريحها شويه.